بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم معطر بذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. ان شاء الله الروتين النهاردة يبدأ كده من الصبح، الساعة تقريبا كده 8:30 9. حبيت بقى كده افتح الشباك اهو الصالة، اولاد طبعا نايمين، فانا هقعد بقى في الصالة كده استجم شوية. بحب كده اول ما اصحى اولع القرآن وافتح الشباك، صلي طبعا ركعتين الصبح. فنبدأ بقى الروتين مع بعض، ان شاء الله يكون يوم حلو كده. اول حاجة بعملها بحب دايما اشغل كده القرآن على القناة بتاعة الحرم. كل يوم ما شاء الله الناس يعني اللي هما بيعملوا العمرة بيزيدوا، بحب بقى دايما كل يوم اتابعهم. هنا بصوا في ناس لسه داخله اهي ان هي تطوف، وان شاء الله كده ربنا يا رب يكتبها لنا جميعا. هصلي بقى انا ركعتين وارجع نشوف هنعمل ايه. الحمد لله كده انا صليت. بصوا انا بقى ايه كل يوم بعد ما بصلي كده بحب اقرا ربعين 3 حسب الصراحه الوقت اللي معايا، وساعات بيبقى مش كل يوم متواصل يعني. بس انا بصوا هنا المصحف بتاعي ده دوت. بص انا هنا في سورة الانبياء الجزء 17 دوت. يعني الحمد لله دايما بختمه ما بين رمضان لرمضان، يعني انا ببدأ فيه من بعد رمضان وبختمه قبل رمضان، يعني في رجب في شعبان حسب ما بخلص. دي صراحة يعني العادة ديت من زمان، يعني من هنقول كده من حوالي 12 سنة. قصة بقى المصحف دوت، انا عندي مصاحف كتير بس انا بحب المصحف ده انا اخدته من اختي اول سنة اتجوزت فيها، يعني من 16 سنة. ومن ساعتها وانا الحمد لله نعمة ربنا عليا ان انا بختم المصحف ساعات مرة او مرتين. نقوم بقى كده نشوف اول حاجة هنا. دخلت كده بقى المطبخ، خلاص قرأت وصليت، فانا عارفة هعمل اكل ايه ومحضرة يعني الفراخ دي من عندي، هدبلها علشان خاطر ايه تشرب كده من التتبيل. طبعا التوابل زي ما انتم عارفين، فلفل، بهارات، ملح، بهارات فراخ، كاري، كركم، بصل بودر، توم بودر، يعني التوابل اللي عندك اللي انت بتحبيها. معايا كمان طماطم وفلفل وبصل. طبعا انتوا شفتوا معايا التتبيله قبل كده كذا مره، وخل وزيت. الفرخه ديت انا غسلتها ونقعتها، يعني سبتها حوالي كده ساعه في منقوعة في المحلول اللي بعمله اللي هو سكر وملح ودقيق وخل ومي. لان هي كانت عندي في الفريزر كمان، يعني انا بحب ما بيكون في الفريزر بطول الفترة بتاعت النقع اكتر ما بيكون صبح. عملت بقى التتبيلة الحلوة بتاعتنا دي، هقلبها كده وهحط بقى الفراخ عليها وهنركنها زي بقى ايه ساعتين 3 حسب ما اجي اعمل الاكل، او بالشكل ده. بحب دايما اخليها بره التلاجة، لو عاملاها طبعا بدري قوي هدخلها التلاجة. هنا بقى خلاص احنا الاولاد قاموا وفطرنا وشربنا الشاي، وهم اللي قاعد يذاكر يذاكر، وشهدي مسكة كده في الترويق. وهنشوف بقى هي هتخلص قبليه ولا انا اخلص قبليها. هعمل بقى البصلة عشان خاطر نعمل ايه العصاق. عفوا معلش، انا الحمد لله خفيت، بس هو زوري اللي مش عارفة ليه الصوت عندي مش راضي يتظبط. وهنا بقى هعمل البشاميل. انا دايما المكرونة بحب كده ايه يعني اعمل اللحمة والبشاميل واسلق المكرونة كله بيبقى ورا بعض. حطيت قطعة سمنة واحط كمان قطعة زبدة. انا مش بحب احط سمنة كتير في البشاميل، لان انا البشاميل اللي عندي بحط فيه قشطة وبحط فيه لبن بودرة، فبيبقى دسم مش محتاج يعني للسمنة. حتى بردك البصل مش بحط له سمنة كتير، لان انا عندي دايما اللحمة بتبقى فيها نسبة من الدهون، فعشان خاطر الاكل يعني ميبقاش كله سمنة في سمنة بقلل يعني. وهنا بقى بصوا اللحمة العصاك بتاعتي ببدأ اشوحها كده شوية مع البصلة، احط لها بقى التوابل اللي انا عاملاها معاكم اللي هي بهارات العصاج، عملتها معاكم قبل كده في الروتين. ان شاء الله بردك لما دي تخلص وهاجي اعمل تاني هبقى اصورها لكم للناس الجداد اللي لسه داخلين القناه. صدقيني بتوفر عليا كتير ان انا اخد بقى ايه كذا بطرمان واخد منه معلقه معلقه،
لا دي بحط منها للنص كيلو معلقتين، والربع كيلو بحط معلقة. بضيف بس شوية فلفل اسمر غيرهم يعني على اللحمة ذات نفسها. انا بقى عملت كده حوالي 4 طماطمات وقرن فلفل اخضر، فرمتهم في الكبة ونزلت عليها، نقلتها بقى هي على العين التانية، وهكمل البشاميل. انا هنا بحمر يعني الدقيق، مش بحمره، انا يدوب بطير بس كده الرطوبة اللي بتبقى في الدقيق، يعني بديله تقليبتين على النار، وبعد كده بنزل عليه باللبن. اللبن هنا غليته، صاحبتي هي اللي قالت لي غليه، انا طول عمري بحطه بارد، بس هو في موقف ليه فانا بقى غليته عشان كده. بصوا بقى هتشوفوا معايا هنا، بصوا الدقيق معايا البشاميل ولا مكلكع ولا في اي حاجه. بصوا سايب ازاي. طبعا هو تقل حبه بسيطه ليه، لان انا كنت ضايفه اللبن سخن مغلي. وهحط بقى كده ايه هفضل اقلب فيه. زودته ملح عشان لقيته محتاج شويه ملح، لغايه طبعا لما هيغلي. لازم أن البشاميل يغلي معاكي. ليه يغلي؟ عشان خاطر الدقيق يستوي، لان انا مش بحمر الدقيق. في فرق اما بتبقي متحمري الدقيق جامد، وفي فرق ان انت بس بتديله تقليبتين كده تطيري الرطوبه بتاعته، او تبداي ان انت تشمي ريحه الدقيق. مش بحبه الصراحه غامق، انا بحبه كده. وبرضك مش بحب البشاميل بتاعي تقيل خالص. بصوا القوام بتاعي عامل زي الكريمه بالظبط، شايفين؟ انا بحب القوام ده، لان كمان لما بسيبه شويه عبال ما هسلق المكرونه واجي اطبق الصينيه بتاعتي، هيكون هو كمان تقل. حطيت بقى ميه للمكرونه. انا ما كانش عندي مواعين الحمد لله، كنت مبيته المطبخ نظيف. هغسل المواعين اللي طلعت من توضيب الاكل، الكبه، الاطباق اللي غسلت فيها الفراخ، الحاجات يعني اللي استخدمتها للاكل، عشان خاطر لما اصفي المكرونه بتاعتي يبقى الحوض فاضي. عايزه بقى اقول لكم ان انا ايه، شاهد كل شويه اخرج الاقي ايه بتتكلم في التليفون. هنعمل لها كبسه الوقت احنا الاتنين مع بعض، انا وانتم، ونشوف هي بتعمل ايه. انا قلت لها هدخل المطبخ، عايزه اخرج الاقي الدنيا خلصت. طبعا ايه، سبتها حوالي نص ساعه إيه، ما عملت البشاميل وغسلت شويه اللي هم دولت. قلت بقى ايه، هنعمل كبسه ونشوف هي خلصت ولا لا. لو حد يعرف حاجة يعني تخلي الصوت كده يسلك يقول. بصوا بقى هنا حطيت المصفى، بقول لكم ايه، يلا بقى نروح نشوف شهدي بتعمل ايه. ايوه بصوا دخلت بقى عليها لقيت هنا حاطه الترابيزه. قال يعني هي كانت بتذاكر وخلصت، وهي بقى ايه حاطه السماعه وحاطه التليفون، لابسه شنطه الكروس الصغيره بتاعتها، وبتكلم صحابها في التليفون وبتروق. مش مهم، المهم ان هي تروق. وهتخرج بقى على الصالة زي ما انتوا شايفين كده، شكلها ما يسرش. دخلت بقى انا على المطبخ اكمل الاكل. هنعمل الجلاش النهارده بالبسطرمه وبالجبنه والزيتون، يعني نظام زي ايه، مش يعني زي بيتزا، بس هو مش بيتزا، هو يعتبر جلاش بس بالبسطرمه. هنا بقى بصوا ما لقيتش جبنه رومي قطعه واحده، انا بحب اجيبها وابشرها، فقلت مش اشكال، حطيتها بقى في الكبه الصغننه دي واديتها كده فرمه. انا ما بحبهاش كمان ناعمه قوي، انا بحب الجبنه الرومي يعني تبقى بصوا بالشكل ده كده، احس يعني بطعمها كده واحنا بناكلها. ومعايا دي جبنه موتزاريلا اللي هي تشلال دي السوري، ومعايا كمان زيتون وفلفل، وكمان فلفل الوان بس ده هطلعه من الفريزر. اقلب بقى، حطيت كده معلقه بشاميل ومعلقه لحمه، اقلب المكرونه بتاعتي وارص بقى الصينيه بتاعتنا وندخلها الفرن. انا ليه يعني بصور المكرونه تاني؟ المكرونه يعني اصلا لو انت قاعده بتتفرجي البرامج اللي هي بتيجي في التلفزيون، تلقي كل الاسئله اللي بتيجي عن حاجتين، البيتزا والمكرونه البشاميل. فانا دايما ما بعملها بحب اصورها لكم، مش عارفه ليه، بحس ان في ناس كتير بتسأل عليها يعني، بجد والله ان انا بحب اتفرج على برامج الاكل او بتاعت التلفزيون. كل الاسئله اللي بتيجي هي ايه، البيتزا، طريقه البيتزا وطريقه المكرونه البشاميل. فانا بحب دايما اصورها للبنات اللي هم لسه بقى متجوزين، او اللي هم بقى ايه ما بيعرفوش يعملوها. شايفين بقى البشاميل بتاعي هنا عامل زي الكريمه. طبعا الحبه دولت مش عايزه اقول لكم مين اللي هياكلهم، بس انتوا كده عارفين يعني. هرش بقى، حطيت سمنة كده على الوش، وهحط كمان جبنة موتزاريلا.
بحط سمنة ليه على وش المكرونة، لان الجبنة ما بتحمرلكيش الوش كامل، يعني الجبنة بتحمر المكان اللي هي بتسيح فيه بس. فلازم تحطي كده معلقة سمنة، هي تقريبا معلقة واحدة. انا اخدتها طبعا من السمنة اللي مسيحاها لي الجلاش، وبدأت بقى اعمل هنا الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا زي ما احنا عارفين رق كده ورق كده، يعني بنظبط الصينية بتاعتنا بحيث ما يبقاش ناحية فيها كتير وناحية فاضية. وانتي طبعا شغالة بتقدري تظبطي ايه الصينية بتاعتك. عايزة تعمليها في القالب الكبير، نسيت اقولك ان صينية المكرونة اللي معايا دي واخدة نص كيلو لحمة، واخدة كيلو مكرونة، والبشاميل اللي واخد كيلو لبن، وواخد كمان كيس لبن بودرة مدوباه في كوباية. يعني تقدري تعملي كيلو ونص لبن لو انتي مش حابة تحطي لبن بودرة يعني. هنا خلاص قفلت الصينية بتاعتي، وشفتوا بقى شكلها وهي مرصوصة، البسطرمة بقى على الجبن على الفلفل على الزيتون، شكلها حلو قوي. وقفلتها وقطعتها وهدهن بقى ايه وشها. في بقى هنا خطوة مهمة قوي عايزة اقولك عليها. بصوا ده هنا معايا دي كوباية حليب، وهم مدوبة فيها كوباية قصدي بيضاية ورشة ملح ورشة فلفل، وكمان حطيت ربع معلقة بيكنج باودر. هنا بقى بصوا بغسل الترابيزه لان هي نضيفه، انا بس مكان ما انا طبقت صينيه الجلاش عشان هرص المواعين عليها نضيفه، وتركنيها على جنب. هي هتشرب كل السائل ده. شايفين بقى المواعين اللي طلعت؟ يعني عايزه اقول لكم ان ايه اللي ما غسلتوش بط طلع وز وز. دول بقى المواعين اللي طلعت من الاكل، المكرونه والبشاميل والكلام ده. وشهدي كمان هي خلاص خلصت. قلت بقى هروح ابص عليها، لقيتها فعلا خلاص خلصت الأوضة والصالة وكنست وخلاص، يعني دخلت الحمام عشان تقعد بقى ايه تذاكر، تشطف وتقعد تذاكر. انا مش بتقل عليها ايام الدراسة، هي اللي بتعمله اللي انتوا شفتوه بس، ان هي بتروق لي الأوضة بتاعتهم والصالة، وانا بعمل بقيت كل حاجة. المواعين كمان هي خلاص خلصت، وكمان الاكل بتاعنا خلاص خلص. فايه رأيك بقى؟ يستاهل ايه الاكل ده؟ يستاهل لايك. وعايزه اقولك ان يعني الجلاش شوفوا ما شاء الله طري ومنفوخ ازاي، وطعمه وريحته كانت تحفه بجد، جربيها. هتسيبي الجلاش زي ما قلتلك على جنب لغايه لما يشرب السائل ده كله، وبعد كده تدخليه الفرن. بصوا بقى شكل الفراخ بتاعتي ما شاء الله، وطعمها كمان جميل. فلو عجبك بقى الفيديو ما تنسينيش في الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بحبك في الله ولا اله الا الله. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي، هتوحشوني كتير كتير كتير. السلام عليكم.